السلام عليا على تقرميشه كي دايره خطيره خطيره خطيره. اجي نعاودوا الوصفه من الاول. وصفه سهله مهله ديال السفنج اللي كنوجدها في وقت وجيز و مقادير مضبوطه، يعني تحفظيها بلا ما تكتبيها، كتجي مفشفشه وغزاله غزاله. هذه الوصفه هذه هانتوما جربوها وردوا عليا. هذه كنديرها الكاسكروط ولا الفطور دغيا كتوجد. كلشي غادي نعبروه بالكاس ديال العنبه. عندي 3 ديال الكيسان ديال الماء، انا درتو دافي. ثلاثة ديال الكيسان ديال الماء ديال العنبه. غادي ندير هنا عندي الخميره المعجونه، عندي 21 غرام حيت عندي هكا فريسكا. الا بغيتي غادي ديري معلقه كبيره ديال الخميره ديك سريعه الذوبان ولا شو سميتها. المهم هنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال السنيده والسكر، وهنا عندي واحد المكون اللي هو مزيان دغيا كي اكتيفي لي هذيك الخميره اللي هو الخل. هنا اللي موجود عندي هو الخل ديال الروز، يعني الانواع تاع الخل راهم كتار. هذا الخل تاع الرز زوين، كنستعملوه في السوشي، كنستعملوه في وصفات كثيره، وما فيهش ديك الحموضه وديك المروره ديال الخل العادي. المهم هنا كنستعمل الضراب اليدوي، ممكن تستعملوا المولينكس داك الضراب هكذا تاع الكاس. هذا كيجيني ساهل كنتحكم فيه. هنا كما قلنا 3 الكيسان ديال الماء، غادي نستعمل ليهم 7 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، 7 ممسوحين هكا. غادي ندير 2 ديال الكيسان ونضرب، ونبقى غادي على هذه الطريقه حتى كنكمل كلشي. المهم انا تنعطيكم دابا الوصفه بمقادير اللي هي مضبوطه ساهلين، ما كاينش شي حاجه اللي هي يعني ما موجوداش في البيت. الخل ممكن يعني ما تديريهش، ولكن هو يعني كيحسن من الوصفه. كما قلت لكم انا كندير 2 ديال الكيسان، كنضرب مزيان حتى كيتجانسوا، ومن بعد درت 2 كيسان اخرين صافي. غادي نزول هذاك الضراب لان العجينه من بعد غادي تبدا تعقد. هانتوما كيف كتشوفوا يعني ما غاديش نبقى نزيد الدقيق عاوتاني وبالضراب لان نقدر نخسرو ولا نهرسو. صافي غادي نزولو وغادي صافي غادي نعجن بيديا، ولا تقدروا تستعملوا الباطور الا بغيتوا. هانتوما شوفوا القوام كيف كيكون مضرب مزيان. كدير واحد الرغوه كتعرف بلا ديك الخميره راها تاكتيفات. هذا الكاس الخامس غادي نبقى نحرك غير بشويه، راه ما كاين لا دليك لا والو. المهم هذه عجينه انتي ستريس، واحد اللي عنده ستريس يقدر يستعمل هذه العجينه باش يحيد ستريس. هذا الكاس السادس كيف كتشوفوا راه ما كاين لا دليك لا والو، راه غير كندخل هذيك الدقيق تندخلها في العجينه. واحد الامر اللي هو مهم هي الملحه. الملحه كان ضروري نضيفها في الاول فاش بديت كنضرب دوك 2 كيسان الاولين. ضيفوها نتوما في داك الوقت، يعني من بعد الخل وفاش تضيفوا هذوك 2 كيسان تاع الدقيق الاولين ديروا الملحه. انا نسيتها تلاهيت مع التصوير وهذه ما كنتش عواله كاع نصور. انا حتى بديت يعني النيه اني ندير السفنج وانا نتفكر قلت بلاتي نصور هذه الوصفه هذه لانها سهله ماله، وصافي تلاهيت مع التليفون ونسيت الملحه. ولكن راني دخلتها في العجينه عادي، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن من الاحسن تضيفوها فاش كتكون باقا العجينه جاريه هكا كتذوب دغيا. هذا الكاس السابع رانا كنضيف معلقه بمعلقه شويه بشويه على حساب كنشوف العجينه ديالي كيف دايره، وعلى حسب كل واحد الدقيق اللي عنده واش كيشرب واش. مهم هما 7 ديال الكيسان اللي خدا ليا، 7 ديال الكيسان كاملين. الكاس الاخر بقيت كنضيف بشويه بشويه. هي العجينه بدات كتجي شويه ثقيله حتى في الهزان ديالها كتجي ثقيله، هي جاريه وما جارياش. جاريه لاروب ورطبه لاروب، هي ما قاصحه ما جاريه. هانتوما كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. صافي دابا غادي نغسل يديا وندهنها بشويه تاع الزيت هكذا، زيت المائده، زيت نوار الشمس، ونغطيها ونخليها تخمر.
مع دابا الصيف راه دغيا غادي تخمر. اما الا كان هكا البرد غادي نغطيوها ونديروها في شي مكان. كاين اللي كيديرها في الكوكوت، هذيك طريقه اخرى لان تقريبا راه هي غير كديرها في كوكوت كتخمر. انا حطيتها في وسط الميكرووند وخليتها تمايا تقريبا واحد 40 دقيقه هكاك دغيا طلعت لي الخميره ديالها. شوفوا كيف جات. ودابا خديت واحد الطاوه غادي ندهنها بالزيت ونبدا نشكل في الكويرات باش نسهل عليا الخدمه. هانتوما كتشوفوا انا دهنتها بالزيت، والعجينه من بعد ما حيدت منها هذاك الهواء اللي فيها صافي غادي ندير كويرات. ديروهم صغار ديروهم كبار على حسب اللي بغيتو. انا مع زربانه عليهم الكاسكروط يعني درتهم شويه كبار، يعني ماشي مهم الشكل بالنسبه ليا. ما غاديش نبيعوهم هادو، غادي ناكلوهم حنايا ان شاء الله في الكاسكروط. كيف كتشوفوا كندهن يديا بالزيت. العجينه ما كتلصقش ليا بتاتا في اليد ما حدي كنستعمل الزيت. صافي انتو كتشوفوا كيف دايره. وهذا هو الشكل ديالهم. انا الزيت عندي مقله صغيره وعندي واحد الكاسرونه دايره فيها الزيت يعني بالكتر المهم. هانتوما واحد المقله غادي ندير فيها الزيت على نار هادئه، زيت قليله باش نطيب ديك الجهه التحتانيه. وهكا كتبدا تنفخ واحد شويه كتشد راسها. عاد من بعد كنغطسها في الزيت اللي هي كثيره. باش نهبطها كناخذ واحد المعلقه ديال العود وكنغرسها فيها هكا وكندخلها يعني لوسط الزيت باش تنفخ ليا دغيا. ممكن تستعنوا غير بواحد المعلقه وتبقاو تكبوا عليها هكذا تهزوا من الجناب وتكبوا الزيت السخونه على السفنجه دغيا كتنفخ. ولكن الا غرقتوها كتكون احسن. هكا هذيك بدات كطيب دغيا كطيب ليا. النار راها هاديه ماشي سخونه بزاف. صافي كنبقى غاديه معاها شويه بشويه هكذايا دغيا كيوجدوا. كما قلت لكم انا راه درتها للكاسكروط يعني الدار كلشي فرحانين، ما كانوش عارفين كاع واش غادي ندير السفنج. واهم حاجه ان السفنج درناه في الدار، عرفنا المقادير، عرفنا بان الزيت راه جديده. يعني ما غاديش نقول لكم راه حاجه صحيه لان كاع الحاجه اللي هي مقليه يعني ما كتكونش صحيه. ولكن بطبيعه الحال ماشي ديما بنادم كيتشهى شويه تاع السفنج. وسورتو الا كنتي ساكن في الغربه ما كاينش بحال المغرب عندنا السفناجه وعندنا ما شاء الله مالين البنيه ومالين السفنج. هنايا يعني ضروري خاصك تتعلم الوصفه وديرها هنا في الدار بوحدك تفرح بها عائلتك ووليداتك. كيف كتشوفوا راه دغيا كيوجدوا. انا ما ديتهاش في الاستيتيك زعما واش غادي يخرجوا سفنجات زوينين ومهم خمش كودريين. المهم هو البنه. ماشي مهم في الشكل، المهم هو المذاق وانهم جاو ما شاربينش الزيت وجاو منفوخين وغزالين. هذا هو اهم حاجه بالنسبه ليا. صافي كيف كتشوفوا راه دغيا كيوجدوا. والله هذه هي الوصفه ديالنا، راه اسهل منها ما كاين. كيف قلت لكم المقادير راهم ساهلين. 3 الكيسان ديال الماء، 7 الكيسان ديال الدقيق. غتحسبوا الدوبل زائد واحد. الا بغيتو ديروا اكثر راه غادي ديروا 6 الكيسان ديال الماء وغادي ديروا 14 كاس ديال الدقيق. وفاش تسمعوا 14 كاس راه ما تخلعوش، راه بحال كيلو و300 غرام تقريبا. ولكن راه كيخرج تبارك الله خير الله ديال السفنج. الا عندكم عائله ولا عندكم ضياف عارضين عليهم ولا نتوما معروضين لشي بلاصه بغيتو تديو شي حاجه تقدري توجدي هاد السفنج هذا. راه كما قلت لكم كيخرج تبارك الله داكشي كتير هاد السفنج هذا. ايوا ما فيهش مكونات، ما فيه لا بيض لا حليب لا زبده لا والو. هادشي اللي كاين. هذه هي الطريقه ما تبقاش تخلعكم. وراه جاو غزالين ما شاء الله. راه غير الوقت اللي مشينا جبنا بنتي من المدرسه جات لقات السفنج موجود وفرحات به لان كناكلوه في المغرب وكيعجبها بزاف. فاش جات ولقاتني وجدته في الدار فرحات به بزاف. هانتوما كتشوفوا انا هنا ما قداش نقيسهم بيديا. كنت بغيت نقطع شي وحده هنا قدامكم باش نوريها لكم ولكن راه ما قدرتش نقيسهم بيديا لانهم سخان بزاف. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وجربوها وردوا عليا في التعاليق. خليت لكم الراحه.